لو انت مكان عماد متعب في الحاله دي هتعمل ايه؟ في ظهرك المدافع وفي ظهرك المرمى. هبص اللي ورايا وخليه يشوط. اللي هو باصي للاعب اللي هناك ده. هتبص له زي انت مديك ظهره بس. تمام، دماغك جابتك كده. لو انت مكان عماد متعب في الحاله دي وفي ظهرك المدافع وفي المرمى اللي هتجيب فيه جول ده في ظهرك، هتعمل ايه؟ اكيد هزني ده للباك اللي جاي قدامي او الوينج. الباك رايت او الوينج رايت أيوة، مثلا، اللي جاي هو قدامي. مش باين في الكادر يعني. ايوه. ماشي يا حبيبي. لو انت مكان عماد متعب في الحاله دي هتعمل ايه؟ هكمل حادل على يميني واشوط. هتعدل على يمينك تخش لجوه وتشوط. تمام. هحاول اكمل قدام عشان هو المدافع واخد ورا ايوه، وهعرض وتعمل الكرة بالعرض. منطق برضه. تمام. كلكم اجمعتوا على ان عماد متعب يا يسند للباك يا يعمل عرضيه. طب ما تيجي نشوف عماد متعب عمل ايه في الحاله دي. ظهره للمدافع وللمرمى اللي هتجيب فيه جول، صح؟ اتفرجوا كده. اوف يا ابن اللعيبه. جامد أوي. المدافع كان رايح معايا اصلا. ده يا كابتن، ده هو بصراحه عنده الموهبه. ده عنده الموهبه ان هو قطم بيمينه وزقها كمان زقه عشان يشوطها بشماله، وهو ايمن مش اشول. يبقى احنا نفهم من كده ايه؟ المهاجم يلعب برجلين الاثنين، تمام، ولازم يتصرف في اي كوره.